السلام عليكم. في فيديو النهاردة هنعمل طريقة مخلل اللفت بأسهل طريقة، وكمان مكون هيخليه مقرمش معانا لآخر واحدة. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة ومش هياخد معانا وقت خالص، وهتاكلي أحلى مخلل لفت في حياتك. يلا نسمي الله ونشوف الطريقة. عندي هنا لفت حوالي 4 كيلو، وعلشان تنقي اللفت ويطلع حلو معاكي لازم تكون اللفتاية صغيرة بالشكل ده، يعني وسط، وتكون مدورة. غسلته كويس جدا وقطعته بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. وبعدين هنجيب بقى المكون بتاعنا اللي هو البنجر. دي نص واحدة من البنجر او واحدة صغيرة، واحدة بنجراية صغيرة بشرتها بشر ناعم. وبعدين هنضيف 3 معالق كبار من الملح بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. وكمان بقى هنحط اللي هيخلي السر اللي هيخلي اللفت بتاعنا مقرمش، اللي هو السكر. هحط 2 كبار من السكر، وكمان هضيف 2 كبار من الخل. وما تقلقوش من الخل، هو مش بيهري اللفت خالص، ده بيديله طعم جميل وكمان مادة حافظة. هنقلب كويس جدا اللفت كده مع الملح ومع البنجر، بحيث ان اللفت بتاعنا كله يبقى لون واحد. هقلبه بالشكل ده وهنركنه على جنب حوالي ساعتين او 3 ساعات. اللفت بتاعنا هيكون نزل المية بتاعته، وهيكون دبل معانا شوية، وهنبتدي بقى نكمل الوصفة مع بعض. بصوا بعد ساعتين بقى بالشكل ده. بصوا ما شاء الله المية بتاعت اللفت بتاعنا بقت عاملة ازاي، وكله بقى لون واحد ونزل المية بتاعته. وكده هنبتدي بقى نجيب البطرمان بتاعنا يكون نظيف ومتعقم كويس، وهحط فيه اللفت. ودي المية اللي نزلت من اللفت. هنزود المية دي، هنحط حوالي 3 كوبايات كبار من المية. وبعدين هنضيف باقي كمية الملح بتاعنا 3 معالق كبار من الملح. مقدار الملح المظبوط لكل كوباية مية معلقة ملح كبيرة، يعني دول حوالي 6 كوبايات من المية، حطيت لهم 6 معالق من الملح. 3 معالق في البداية وبعدين 3 تاني. وفضينا المية على المخلل بتاعنا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بصوا المية بتاعت اللفت جميلة جدا، وطعمه حلو جدا جدا، وطريقة سهلة وبسيطة، وبيطلع معانا زي اللي بنشتريه من بره واحلى كمان. احلى واجمل واسهل طريقة لمخلل اللفت. اول ما هتجربوها ان شاء الله هتعجبكم. وما تنسوش تعملوا الاشتراك ولايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.